بيبدأ الفيلم مع طالب ثانوي اسمه إيثان، واللي بيحلم كل يوم ببنت غريبة مش بيقدر يشوف وشها، وبيكون في الحلم عايز يوصل للبنت بأي شكل، لكن كل مرة قبل ما يوصل لها بيسمع صوت طلق ناري وبيقوم مفزوع من النوم. وبيحلم الحلم ده كل يوم خلال آخر 9 شهور، وأول حاجة بيعملها أول ما بيصحى من النوم إنه بيرسم وبيكتب كل اللي شافه في الحلم، وبيحكي إن حياته مملة ما فيهاش أي متعة تماما زي المدينة اللي هو عايش فيها. وبينزل قبل الشروق يجري شوية، وبيروح عند المكان اللي بيشوف البنت اللي بيحلم بيها بتبقى دايما واقفة فيه. ولما بيتمشى في المكان بيلاقي قلادة قديمة على الأرض وبيحتفظ بيها. وشوية وبيطلع النهار وبيكون ده اليوم الأول في السنة الدراسية الجديدة، وبيكون إيثان بيجهز نفسه للمدرسة، وبتيجي واحدة اسمها إيما تسلم عليه، وبتكون إيما صديقة والدته وبتهتم بإيثان من بعد ما والدته ماتت. وبعدها بيروح لصديقه ويزلي علشان يروحوا للمدرسة سوا، وبيقول له ويزلي إن في بنت جديدة انتقلت للمدرسة السنة دي، والبنت دي تبقى من عيلة دوكن، وهي أول واحدة من عيلتها تظهر في المدينة بعد خالها المجنون اللي عايش في البيت لوحده من سنين. وبيوصل إيثان للمدرسة وبيقابل حبيبته القديمة إيميلي، واللي بيحاول إنه يتهرب منها علشان ما بقاش يحبها زي الأول. وبتبدأ الحصة وبيشوفوا لينا البنت الجديدة في فصلهم، والبنات بيغيروا منها وبيبدأوا يتنمروا عليها، ولكنها بكل ثقة بترد عليهم وبتحرجهم، وباقي الفصل بيضحك عليهم. وده بيلفت نظر إيثان وبيخليه يعجب بشخصيتها، وبياخد باله من رقم 104 اللي موجود على إيدها. وبعد المدرسة بيسوق إيثان عربيته وبيروح على البيت، وبيلاقي لينا واقفة في نص الشارع تحت المطر علشان عربيتها عطلانة وعايزة مساعدة، فبيعرض عليها إنه يوصلها لبيتها وبتوافق. وفي الطريق بيحاول إنه يتعرف عليها، وبيعرف إنها كانت بتنتقل كتير من صغرها، وإن والدها ووالدتها متوفيين. وبيوصلها لبيتها وبيطلع على صاحبه في الغابة، وبيلاقي إن في ناس كتير متجمعة هناك علشان يتفرجوا على البرق. وإيميلي بتقول إن البرق ده أكيد بسبب إن لينا جت المدينة، وإنها سمعت أمها بتقول إن أم لينا هي اللي قتلت أبوها. وهنا بيغضب إيثان وبيرفض إنها تتكلم عنها بالطريقة دي، وإيميلي مش بيعجبها إنه بيدافع عنها وبتنفصل عنه. وبعد مدة في الفصل بتحاول إيميلي إنها تتنمر على لينا، وبتقول إن أهل لينا من عبدة الشيطان، وإن الكنيسة بتاعتها بتمنعها تتواجد في نفس المكان مع حد من عيلة دوكن، وده لأنهم سحرة ومجانين. وفجأة كل شبابيك الفصل بتنفجر وبيطير الإزاز على الطلبة، وبيروح إيثان علشان يطمن على لينا، لكنها بتسيب الفصل وبتمشي. وبعد المدرسة بيروح إيثان لبيت لينا علشان يطمن عليها، وبيلاقي إن البيت شكله من بره قديم جدا وكأنه مهجور. وقبل ما يخبط على الباب بيفتح لوحده، ولما بيدخل البيت بيلاقي تصميمه عصري على عكس شكله من بره، وبينده على لينا لكن محدش بيرد عليه. وأول ما بيطلع من البيت الباب بيتقفل تاني لوحده، وبيلاقي لينا قاعدة في الحديقة بتاع البيت، وبيروح لعندها وبيقول لها إنه جاي علشان يطمن عليها. وبيلاقي الرقم اللي على إيدها اتغير وبقى 79، وبيعتذر لها عن تصرف إيميلي السخيف، وبيقول إن إيميلي شخصية متنمرة وسطحية، وبيطلب منها ما تهتمش بيها بعد كده. وبيتكلموا شوية عن الكتب اللي كل واحد منهم قراها، وبعدها بتقول له لينا إنه لازم يمشي قبل ما خالها يشوفه، فبيقول لها إنه قبل ما يمشي حابب يعطيها هدية. وبيطلع القلادة اللي لقاها قبل كده، وقبل ما يعطيها لها بيندع عليها خالها مايكون، وبيسألها عن اللي واقف معاها، وبيلومها إنها ما بتعزمش الضيف لداخل البيت، فبتهمس لإيثان إنه يعتذر ويمشي وما يدخلش، لكنه بيعرف نفسه لخالها وبيقبل دعوته لجوه البيت. وبيقول مايكون إنه كان يعرف والدة إيثان، وبيسأله مايكون عن مستقبله هو شايفه إزاي. وبيبدأ إيثان إنه يتكلم عن مستقبله، وبيقول إنه بعد الثانوي هيدخل أي جامعة محلية، ولما يتخرج منها هيشتغل مدرس في المدينة، وده علشان يبقى جنب والده المريض ويقدر يهتم بيه. وبعدها هيتجوز زميلته إيميلي اللي مش بيحبها واللي مش هيقدر يصرف عليها، وبالتالي هيخونها مع أي واحدة تانية. ومع الوقت إيميلي هتعرف وهتنفصل عنه وتاخد منه الأولاد، وده هيخليه يكمل باقي حياته وحيد، وهيكبر ويعجز في شقة إيجار عايش فيها لوحده. وفي الآخر هينتحر في شقته ومحدش هياخد باله غير لما يعفن وريحته تطلع. وبتحس لينا إن في حاجة غلط في إيثان، ولما بيسترجع إيثان وعيه بيشعر بالإحراج وبيستأذن إنه يمشي. وبتعرف لينا إن مايكون عمل حاجة في إيثان وخلاه يتكلم بالطريقة دي. وبعد ما بيمشي إيثان من البيت بيتخانق معاها خالها بسبب إنها بدأت تكون صداقات، وبيحذرها من ده، وبيفكرها باللي حصل في آخر مدرسة كانت فيها، وإن انفجار الإزاز اللي حصل في الفصل ما هو إلا بداية، وإن إيثان بيمثل خطر عليها، وبيقول لها تبعد عنه. وبتكون لينا واثقة إن إيثان هو اللي هيبعد عنها ومش هيتكلم معاها تاني بعد الموقف المحرج اللي حصل. وبتطلع أوضتها وبتعيط، وبعد شوية بتقف عند شباك غرفتها، وبتتفاجئ إن إيثان رجع تاني للبيت، وبيشاور لها إنه عاوز يقابلها، وبيقول لها إنه رجع علشان نسى يعطيها الهدية بتاعتها. وبيطلع القلادة علشان يديها لها، وبتلاقي تاريخ محفور على القلادة، فبتقول إن التاريخ ده يبقى تاريخ عيد ميلادها، وإن دي صدفة غريبة جدا. فبيقول لها إنه بقاله كتير بيشوفها في أحلامه، وبمجرد ما بيديها السلسلة في إيدها بيبدأ يشوف مشاهد من الحرب الأهلية اللي حصلت في مدينتهم زمان، وبيشوف واحدة اسمها جيني بتجري عشان تنقذ حبيبها، ولكن بيظهر جندي وبيضربه بالرصاص. وبيفوق إيثان مرة واحدة وبيلاقي نفسه في سريره، ومش بيبقى فاهم إزاي وصل لبيته وإزاي القلادة رجعت له تاني. وبينزل لتحت وبيلاقي إيما صديقة والدته موجودة في البيت، وبيسألها هو جه للبيت إزاي،
وبتشوف في ايده القلادة، فبتسأله جاب القلادة دي منين، وبتطلب منه انه يروح يدفنها في المكان اللي لقاها فيه، وبتقول له يبعد عن لينا وعن عيلة دوك النهائي. وعلى العكس بيقرر ايثن انه يروح بيت لينا تاني. ولما بيدخل من البوابة وبيمشي كتير جوه البيت بيلاقي قدامه عربيته والبوابة تاني، وكل ما بيدخل من البوابة بيلاقيها قدامه تاني، فبيخاف وبيبدأ يجري في الاشجار اللي جنبه. وبيلاقي الدنيا ضلمت فجأة، وبتكون لينا في غرفتها وبتلاحظ ان ضوء الشمس اختفى، وبتطلع من الارض مادة سودة بتكتف ايثن لحد ما بتنقذه لينا، وبتقدر انها تبعد المادة دي عنه، وبتدخله للبيت وبتقول له ان عيلتها مختلفين شوية عن باقي الناس، وان عندها قدرات خاصة، وان المادة اللي هاجمته دي تعويذة من خالها ميكون، وبيحطها على البيت لما بيكون بره كنوع من الحماية، وانهم مش سحرة ولكنهم في الحقيقة مشعوذين. فبيسألها ايثن عن اللي حصل وقت ما عطاها القلادة، فبتقول له ان مش هي اللي عملت كده، وانما هي كانت متفاجئة زيه تماما من اللي حصل. فبيسألها اذا كانوا اشرار زي ما الناس بتقول، فبتقول له ان في منهم طيبين وفي منهم الاشرار، وده له علاقة بطبيعة البشر وملوش دعوة بالشعوذة. يعني اللي هو اصلا طيب بيكون مشعوذ طيب، واللي في طبيعته ان هو انسان شرير بيكون مشعوذ شرير. وان تكسير ازاز المدرسة كان غصب عنها لانها لسه بتتعلم تسيطر على القوة اللي عندها. فبيسألها ايثن عن باقي القدرات اللي عندها، وبتوري له جزء من اللي بتقدر تعمله، وبيلاقي شكل الغرفة اتغير وابيات شعر مكتوبة في كل مكان حواليه. وبتقول له انها ممنوع توري قدرتها لحد من البشر العاديين. وبيجي خالها للبيت، فبتقول لايثن انه المفروض يمشي قبل ما خالها يشوفه، وبيقول لها انه عايز يخرج معاها يوم الجمعة. فبتقول له ما ينفعش لان يوم الجمعة كل عيلتها هتتجمع عندهم، وبتقدر انها تخلي الشجر ينمو لحد الشباك بتاعها علشان ايثن يعرف ينزل من عليه. في الوقت ده بتظهر إيما وهي بتاخد مركب وبتروح لمكان مهجور عند مقابر وسط الغابة، وبتقابل ميكون وبتقول له ان المدينة ضلمت من ساعة ما لينا جات. فبيقول لها ان لينا مش سبب الضلمة، وبعدين ما كانش قدامه مكان تاني يروح له، وده الحل الوحيد علشان يقدر يحمي لينا من امها صوفي. وبيتكلموا عن صوفي وانها سبب كل اللي بيحصل في المدينة، وانها بتضر لينا من فترة طويلة وعايزة تقتلها، وانها ممكن تستغل ايثن كنقطة ضعف لينا. وبيطلب ميكون من إيما انها تستدعي ارواح اجدادها لحماية لينا من صوفي. وبيظهر ان إيما كمان لها علاقة بالشعوذة وبتبدأ تتكلم بكلام غير مفهوم. وفي الوقت ده بتوصل ريدلي بنت خالة لينا علشان اجتماع العيلة اللي هيحصل في بيت ميكون، وبتكون سايقة عربيتها بسرعة عالية وبتجري وراها عربية الشرطة، وبتقدر انها تسيطر على الشرطي اللي بيطاردها وبتخليه يعمل حادثة وبتتقلب بيها العربية. وبيكون ايثن قاعد مع لينا وبيطلب منها انهم يهربوا من المدينة زي ما كانت والدته بتتمنى وهو صغير، وانهم يعيشوا سوا في اي مكان بره المدينة. ولكن لينا بتقول له انها ما تقدرش تهرب معاه لانها لما تتم 16 سنة هيحصل لها تغيير ومش هترجع زي ما كانت، ودي ظاهرة بتحصل لكل البنات المشعوذين، وبتتحول البنت للنور او للظلام على حسب قوتها. علشان كده انتقلت للمدينة مع ميكون، وبالرغم من انه من مشعوذين الظلام الا انه لجأ للنور علشان يحميها، وان طبيعتها الحقيقية هي اللي بتقرر حياتها بعد سن ال16، وان فاضل لها 75 يوم بس زي ما مكتوب على ايدها. وبيعرف ميكون ان في اجتماع في الكنيسة لطرد لينا من المدينة، وده لانهم بيظنوا انها بتسبب خطر على كل الموجودين في المدينة وكمان على زمايلها في المدرسة. وبيروح ميكون للاجتماع وبيدافع عن لينا، وبيشرح ان اللي بيحصل في الجو ده بسبب اضطرابات جوية طبيعية، وان الارصاد الجوية قالت ده في الاخبار من قبل ما يحصل بايام، وان لينا ملهاش اي علاقة باللي بيحصل في المدينة. وبيوجه كلامه لميس لينكولن اللي كانت بتطالب بطرد لينا، وبيقول لها ان عيلته كانت دايما بتساهم في بناء المدينة، وعلشان كده هو قرر يتبرع لمشروع جديد في المدينة، واهل المدينة بيعجبهم الكلام. وبيقول لهم ان لينا هتفضل في المدرسة ومحدش هيضايقها تاني، وبيعطيها ظهره وبيمشي، وبيلاقي المكان ضلم والناس اختفت من حواليه، وبيسمع صوت ضحك هستيري، وبيلاقي ان صوفي دخلت جسم ميس لينكولن. وبما ان ميكون يبقى خال لينا وصوفي تبقى امها، بكده صوفي تبقى اخت ميكون، علشان كده هو عارف مدى شرها قد ايه. وبتقول له انه بقى اضعف من اخر مرة شافته، وده بسبب انه بيتظاهر بشخصية غير شخصيته، وانها جت المدينة تتفرج على تحول لينا لاقوى مشعوذة شريرة جت من 5000 سنة. فبيقول لها ميكون انها تخرج ايثن بره الموضوع، فبتقول ان القدر هو اللي جمع بينهم وانهم حبوا بعض، ومفيش حاجة هتكسر قلب البنت غير ان اللي بيحبها يسيبها او انه يموت، والغضب اللي هينتج عندها هو اللي هيحول لينا لشخصية شريرة، وان لينا لحظة تحولها هتبقى اقوى واحدة فيهم، ووقتها هيقدروا يحكموا العالم. وبيقول لها ان لينا مش هتبقى شخصية شريرة ابدا وانه مش هيسمح بده. وفجأة النور بيرجع والناس بتظهر تاني في الكنيسة، وبيكمل ميكون طريقه للخروج، وبتكون ريدلي راحت لايثن المدرسة وبتطلب منه يجي معاها اجتماع العيلة لان كلهم عايزين يشوفوا ايثن حبيب لينا. وبيوصلوا بيت دوكن وبيبان ان ايثن متسيطر عليه ومش متحكم في تصرفاته، وبتدخل ريدلي للبيت ومحدش بيرحب بيها، وحتى امها بتتضايق لما بتشوفها، ولكنها مش بتهتم وبتدخل مع ايثن للعشاء مع العيلة. وبتتفاجئ لينا لما بتشوف ايثن قدامها، ومن التصرفات اللي بيعملها بتفهم لينا ان ريدلي مسيطرة على ايثن، وبيقولوا لها انها مش معزومة على التجمع ده من ساعة ما سلمت نفسها للظلام. فبتقول لهم ان مش ذنبها
لها انها بقت في الجانب المظلم، وبتسألهم هل لما لينا هتتحول لشخصية شريرة هيطردوها برضه، وبتقول ان الكل عارف ان لو طبيعتها ما حولتهاش اللعنة هتحولها، وما بتفهمش لينا لعنة ايه اللي هي بتتكلم عنها. وبيحاول ميكون ان هو يغير الموضوع ويقفل الحوار لحد ما ريدلي بتقوم وبتحط ايدها على ايسن، وهنا بتتعصب لينا وبتقوم من على الترابيزة وبتلف الترابيزة علشان تبعده عنها، وفي الاخير بترمي ريدلي بره البيت وبيغمى على ايسن. ولما بيصحى بيلاقي نفسه في سرير لينا وبتعتذر له عن اللي حصل من شوية، وبتقول له ان ريدلي كانت طيبة لحد ما بقى عندها 16 سنة وقررت انها تهرب من البيت لانها حست ان شخصيتها بتميل للظلام اكتر، وخافت انها تأذي حد فيهم لحد ما شخصيتها المظلمة سيطرت عليها. لكن في الوقت ده اكتشفت ان عندها قدرة انها تسيطر على الرجالة وتغويهم، ووقتها كانت اول مرة ترتكب جريمة قتل في حياتها. علشان كده هي خايفة ان اللي حصل لريدلي يحصل لها هي كمان وما تقدرش تسيطر على نفسها. فبيقول لها ايسن انه عايز ياخدها للسينما، وبيحضروا سوا فيلم وبيطلع القلادة من جيبه، وبيقرروا انهم يمسكوها سوا ويشوفوا حكايتها. وبيشوفوا ان جدة لينا زمان كانت بتحب جد ايسن، لكنه اتصاب برصاصة وقت الحرب وحاولت انها تنقذه بتعويذة، ولكن قوة الظلام استحوذت عليها. وبتسمع صوفي امها وهي بتقول لها ان ده هيبقى مصيرها ولازم تقبله. وفجأة بتصرخ لينا وبيخرجوا من الفيلم وبيروحوا على بيت ايسن، وبتكون ايما وميكون موجودين هناك. وبيحكي ميكون ان جدتها من حبها لجد ايسن ما قدرتش تتحمل انه مات قدام عينيها، فقررت انها ترجعه للحياة تاني. وعلشان تعمل ده استخدمت تعويذة محرمة عليهم، ومن وقتها والتعويذة دي اتحولت للعنة على العيلة كلها. فبتقول له لينا انها سمعت صوت امها رغم انها ميتة، فبيقول لها ميكون ان امها مش ميتة ولكن الظلام سيطر عليها، وهي دلوقتي بتستخدم كل الحيل علشان تشد لينا للظلام هي كمان، وغالبا هتستخدم ايسن علشان هو نقطة ضعفها. وايسن بيعترض على كلامه، ولكن ميكون بيغضب وبيحذره من انه يقرب تاني من لينا، وبيقول للينا تودعه وبيحبسها في البيت وبيمنعها من مقابلة ايسن تاني. وبيحاول ايسن وهو في بيته انه يفكر في طريقة علشان يقدر يقابل لينا، وهنا الباب بيخبط وبتكون مس لينكولن اللي جايباله كيكة وعايزة تدخل البيت علشان تتكلم معاه، ولكنه لما بيحاول يفتح الباب مش بيرضى يفتح. وهنا بتتحول ونبرة صوتها بتتغير، وبتكون صوفي ام لينا مسيطرة عليها. ولحسن الحظ لينا بتكون حامية البيت بتاعه بتعويذة، وده لانها كانت متأكدة ان صوفي هتجيله وتحاول تستغله، وبسبب التعويذة مش بتقدر صوفي انها تدخل البيت. وايسن بيهرب من البيت وبيجري على بيت لينا وبيحاول انه يقابلها، لكن اهلها بيكونوا حامينها بتعويذة علشان ما يقدرش يلمسها، لكنه بيقدر بكل سهولة انه يكسر التعويذة دي. وبيقول لها انه بيحبها وانه مش هيسيب الظلام يسيطر عليها، وانه هيفضل معاها ومش هيسيبها. واهلها بيبقوا مش فاهمين ازاي ايسن قدر يكسر التعويذة وهو مش مشعوذ. وبياخدها ايسن وبيروحوا لقيمة علشان تساعدهم، فبتنزلهم لمكان سري وبيدخلوا المكتبة اللي فيها كل المعلومات عن المشعوذين، وكمان فيها كل المعلومات عن التعويذة المحرمة. وبتقول لهم ان ميكون بيجي هنا كل يوم وبيقرأ الكتب اللي يقدر عليها في سبيل انه يلاقي الطريقة لكسر اللعنة، لكنه للأسف لحد دلوقتي ما قدرش يلاقي حاجة. ولكن في كتاب واحد ما عرفش انه يفتحه ولا حتى يقرب منه، وده الكتاب الوحيد اللي بيختار القارئ بتاعه وبيسمح له بقراية اللي جواه. وفجأة باب بيتفتح لوحده وبتكون دي الغرفة اللي فيها الكتاب، واول ما لينا بتقرب منه الكتاب بيتفتح لوحده، ولكنهم بيلاقوا الصفحات بتاعته فاضية. ولينا بتفضل تبص في الصفحات لثواني، وهنا بتبدأ الصفحات يظهر الكتابة اللي فيها، وبيسيبوا لينا في الأوضة لوحدها علشان تقرأ الكتاب وتدور على فك اللعنة اللي هتحولها للجانب المظلم غصب عنها. وبيحتاج الكتاب لأسابيع علشان تقرأ كل اللي فيه، وبياخدها ايسن كل يوم للمكتبة بمساعدة إيما علشان تقرأ الكتاب على أمل إنها تلاقي حل. وبتعدي الأيام والأسابيع وبيقرب عيد ميلادها ال16، وبتفضل لينا تقرأ كتير جدا لكنها ما بتوصلش للي هيفك اللعنة اللي على عيلتها. وبيلاحظ ايسن إن مع الوقت لينا بتستسلم وبتبعد عنه شوية بشوية علشان تحميه. وفي يوم بيقفوا في نص الطريق وبينزلوا من العربية، وبتقول له لينا إن مفيش طريقة لفك اللعنة وإنها لازم تتحول للشخصية الشريرة. فبيحاول ايسن إنه يخليها تغضب وما تستسلمش، ولكن لينا بتتعصب من كلامه وبتخلي الجو يمطر عليه. وبيقول لها ايسن إنه مهما حصل مش هيسيبها، وإن اللي بيحصل ده هيحببه فيها أكتر. فبتتحول مشاعرها وبتولع في اليافطة الخشب اللي جنبهم بالغلط. وفي يوم بتقدر لينا إنها تعرف طريقة لكسر اللعنة، لكنها قبل ما بتطلع من الأوضة بتقول لإيسن إنها هتتأخر شوية النهاردة في المكتبة، وبتطلب منه إنه يروح هو لبيته، وهي لما هتخلص هتبقى تروح. ولما بيمشي بتخبط عليها إيما وبتأكد لها إنه مشى، وبتطلع لينا وهي بتعيط وبتقول لها إن جدتها استخدمت التعويذة المحرمة علشان ترجع اللي بتحبه للحياة، وعشان اللعنة تتكسر لازم اللي لينا بتحبه يموت، وإن دي الطريقة الوحيدة الممكنة. وبعدها بتقابل ايسن وبتقول له إن كسر اللعنة طلع سهل وبسيط، وبتطلب منه إنهم معلوش يفكروا في الحاجات دي تاني ويعيشوا زي أي اتنين في سنهم بيحبوا بعض. وبتسأله إيه أكتر حاجة بتتمناها، فبيقول لها إنه بيتمنى يروح معاها المكان فيه تلج والتلج يتساقط عليهم زي الأفلام. وبيلاقي إن لينا قدرت تخلي التلج يتساقط عليهم، وفجأة بتحضنه جامد وبتودعه. وبيصحى
بيصحى ايسن تاني يوم وهو في سريره وبيبقى مش فاكر اي حاجه عن لينا او الفتره اللي فاتت، وبيلاقي ان ايما بتندهله علشان يساعدها في الاكل وبتساله عن اخبار لينا، فبيقول لها ان لينا دي تبقى بنت جديده لسه منقوله للمدرسه بتاعته، وزمايله بيقولوا انها كانت في مصحه عقليه ومش بتتكلم مع حد. وبتفهم ايما ان لينا استخدمت تعويذه علشان تخليه ينساها تماما، وانها ضحت بحبها ليه علشان تحميه. وبنشوف ريدلي داخله المقبره قديمه، وبعدين بنسمعها بتتكلم مع صوفي داخل المقبره، وبيتفقوا على اللي هيعملوه في عيد ميلاد لينا. وبيظهر ان ريدلي بقت مسيطره على ويزلي اللي هو صديق ايسن، وبتحضره علشان هتأمره بحاجه يعملها قريب. وبيجي يوم عيد ميلاد لينا، وبيكون مطلوب من طلبه المدرسه انهم يمثلوا مسرحيه عن الحرب اللي حصلت في المدينه بتاعتهم زمان، وبيكون ويزلي وايسن مشتركين فيها، وكل واحد منهم بياخد بندقيه فيها طلقات مزيفه. وبتسيطر ريدلي على ويزلي وبتخليه يكون طلقه حقيقيه وبيحطها في البندقيه بتاعته، واللي المفروض ان ايسن وويزلي هيمثلوا انهم هيقتلوا بعض. وبتخرج طلقه ويزلي الحقيقيه وبتضرب ايسن، وبتحس بيه لينا وبتجري على مكانه، وبتلاقيه مضروب بالنار وواقع في الارض. وصوفي وريدلي بيجوا علشان يتفرجوا عليهم، ولينا بتضرب ويزلي بطريقتها، ومن غضب لينا بتكون سحابه سودا فوق المدينه وبرق واعاصير. وريدلي وصوفي بيحرضوها للغضب وانها تقبل ان الظلام يسيطر عليها، لكنها قبل ما يحصل لها التحول بتلاقي ان ايسن شكله اتغير، وبيطلع انه ميكون خالها، وبيقول لها انه ضحى بنفسه علشانها وعلشان يكسر اللعنه اللي عليهم، وان اللعنه اللي كانت هتحولها لشخصيه مظلمه غصب عنها دلوقتي اتفكت. وكمان لانه من زمان وعد ام ايسن انه هيحميه، لانه كان بيحبها جدا قبل ما تتجوز ابو ايسن، ولكنه وقتها بعد عنها علشان يحميها. وبتقوم لينا وبتقرر انها تنتقم من صوفي امها، وبتقول لها امها انها تتحول للظلام بمجرد ما القمر يستدعيها وهتبقى في صفهم. وبكل سهوله بتقدر لينا انها تخفي القمر كله من السماء، وبتترعب ريدلي من اللي عملته لينا، لان حتى المشعوذين ما يقدروش يخفوا القمر. وبتعتذر لها عن اللي عملته، وبتفكرها انها صاحبتها اللي كانت دايما بتحبها زمان، وبتترجاها تسيبها وبتسيبها تمشي. وبتبص لينا لصوفي وبتقول لها انها السبب في كل الدمار والخراب اللي بيحصل حواليهم، وانها كمان كانت السبب في قتل ميكون، وان لينا دلوقتي مش خايفه من التحول، لان مش لازم تختار جانب محدد بين الظلام والنور، وانها ممكن تختار الجانبين في نفس الوقت. وبتستخرج لينا روح صوفي من جسم ميس لينكولن، وبتفضل صوفي تترجاها انها ترحمها، ولكن لينا بتقضي عليها تماما. وبتلاقي ابن خالتها هو اللي كان منتحل شخصيه ميكون علشان ما يخليش حد يشك في حاجه، وبيكون ايسن الحقيقي نايم في بيته ومش فاكر اي حاجه. وبتعدي 6 شهور، وبيكون ايسن هينتقل لمدينه نيويورك علشان يروح للجامعه، وبيروح يسلم على ايما في المكتبه بتاعتها، وبيقابل هناك لينا وهي قاعده بتقرا، وبتكون جت لما عرفت انه مسافر علشان تشوفه للمره الاخيره. وبيقول لها ايسن انه قرأ القصيده بتاعتها وعجبته جدا، وكان بيتمنى انهم يتعرفوا على بعض، لكنه للاسف مسافر. فبتديله لينا الكتاب اللي بتقرا منه واللي كانوا بيقرأوه زمان سوا، وبيركب مع صديقه ويزلي للعربيه بتاعته، وبيبان على عيون لينا انها قدرت تسيطر على النور والظلام مع بعض جواها. وبعد ما بيمشي ايسن بتلاقي نفسها مش هتقدر تعيش من غيره، وبتفك تعويذه النسيان اللي على ايسن. ولما بيكون في الطريق وبيقرأ الكتاب اللي كانوا بيقرأوه سوا، وبيشوف اليافطه الخشب اللي كانت اتحرقت لما كان مع لينا، بيخلي ويزلي يوقف العربيه، وبيبدأ يفتكر كل اللي بينه وبين لينا. فبيقرر انه يرجع لها وانه يعيش معاها، وبينادي لها وهي في المكتبه، وبمجرد ما بتسمع صوته بتختفي عين الشر من عينيها، وبتبقى شخصيتها كلها شخصيه تبع النور، وده لان ايسن رجع لها من تاني. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنساش تعمل لايك للملخص وتشترك في القناه لو حابب تشوف الملخصات اللي هتنزل بعد كده، وسلام.